مشجع اهلاوي يقول لي هو في بديل لوسام، اقول لك يا عم بس بقى، يا عم بس بقى، انت ما بتزهقش؟ ما خلاص يا عم، الاداريين بتوع النادي بتوع اسامه فيصل طلع قال لك مفيش مفاوضات او مفيش جديد في صفقه اسامه فيصل للنادي الاهلي، والنادي الاهلي قفل الصفقه على قفل الباب قدام كوكا وقدام مصطفى محمد. فالموضوع خلاص يا جماعه، زي ما انا قلت لك في الحلقه اللي فاتت، الموضوع شكله مقفول لحد شهر يناير، وساعتها هنشوف صفقه سوبر للنادي الاهلي. فخلاص يعني الموضوع بقى مش محتاج انت كل شويه تسال عنه. طيب تعالى اكلمك عن نادي الزمالك. هقول لك ان نادي الزمالك في خلال ساعات او في خلال الايام القادمه او في خلال الفتره دي هيتم الاعلان عن 3 صفقات جداد ورا بعض، وساعتها هينتهي الميركاتو بالنسبه لنادي الزمالك بالحصول على 8 لاعبين جداد. والفكره ان من ال8 لعيبه دول ان انا